السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا جماعة؟ عاملين ان شاء الله تكونوا بخير. النهاردة معانا احلى فنانة اسمها سعاد حسني. هي بجد احلى فنانة وجواها يعني بسم الله ما شاء الله طفلة بريئة، الله يرحمها. وفي افلامها تحس ان هي طفلة صغيرة، مهما كان تكبر هي لسه صغيرة. حتى غنت انا لسه صغيرة. اكيد طبعا كلكم عارفين اغنيتها المشهورة انا لسه صغيرة انا لسه صغيرة، مع رشدي أباظة. وكانت طالعة بشخصيتين، بس هي في الفيلم نفسه شخصية واحدة، بس هي كانت جاية مع رشدي أباظة بشخصيتين عشان تكسب. الفيلم اصلا بيحكي عن ان هي رشدي أباظة كان عايز طفلة تغني، فهي كان حلم حياتها ان هي تغني، وهي كانت شايفة نفسها ان هي بتحب الغنى. اكيد طبعا شفنا الفيلم كذا مرة، وشفنا القصة ان هي كانت عايزة تكون مغنية وتمثل وتكون مشهورة، واللي كان واقف في سكتها خاطبها، بس هي وهي مخطوبة كان الكبير. ده المفروض احنا بنتكلم على الصغيرة اللي هي راحت لرشدي أباظة عشان يخليها تغني، ونجحت بالفعل في الغنى. وكان برضو خطيبها كان بيجري وراها ويخليها ما تعملش غنى ولا تمثيل ولا اي حاجة، ان هو ما كانش عايز كده. كان همه على بطنه تطبخ له فراخ، كفتة، محشي والحاجات الحلوة دي. لو وصلتي معايا لغاية الآن صباعك الحلو ده حطيه على اللايك واعملي اشتراك، فعلي القناة عشان يوصلك مني كل جديد وحكاوي حلوة برضو. فدلوقتي احنا خلاص خلصنا الفيديو بتاع سعاد حسني العسولة انا لسه صغيرة، وهننزل فيديو تاني برضو حلو ليها عن فيلم جديد وعن حكاوي جديدة عن سعاد حسني. ويا ريت تكتبوا لي تعليق حلو منكم كده على الفيديو، عجبكم ولا لا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتمنى ان الفيديو عجبكم وتعملوا لايك واشتراك.